بقي علينا بارك الله فيكم حتى ننهي هذا البحث، وأرجو أن تكونوا قد استوعبتموه وقد لممت لكم شمله بقدر ما أستطيع. بقي عندنا حالتان كانت بعض القبائل تفخمها وبعض القبائل ترققها، وهكذا وردت القراءة إلينا في هاتين الحالتين، يصح التفخيم ويصح الترقيق. ما هما الحالتان اللتان يجوز فيهما تفخيم الراء أو ترقيقها؟ سنرى ذلك في اللوحات التالية. نرى على اللوحة جواز التفخيم والترقيق في الراء. الحالة الأولى كما نرى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، الراء ساكنة وقبلها إيش؟ مكسور، وبعدها حرف استعلاء مكسور، مثل وذلك حالة الوصل أو الوقف بالروم على قوله تعالى فرق كالطود، هذا في سورة الشعراء. قوله تعالى عن البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لاحظوا بارك الله فيكم هذه الراء التي أمامكم إنها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء ولكنه مكسور. الراء إن كانت ساكنة وقبلها كسرة، الكسر يعني يشد الراء إلى أسفل ويجعلها مرققة، وحرف الاستعلاء كما نعلم حرف الاستعلاء يتجه إلى أعلى الفم، يعني يشد الراء إلى فوق وبالتالي يشدها إلى التفخيم. فالراء في قرطاس التي مرت معنا في الحالة السابعة من حالات التفخيم وإرصادا قد اكتنفها كسرة من قبلها وحرف استعلاء غير مكسور من بعدها، فكانت الغلبة لحرف الاستعلاء غير المكسور وبالتالي تفخمت الراء، فقد تأثرت الراء بما جاورها من بعدها من حرف الاستعلاء غير المكسور. بينما هنا في فرق الكسرة التي قبل الراء تشد الراء إلى أسفل يعني نحو الترقيق، والقاف صارت ضعيفة لأنها هي مكسورة. هل عرفتم سبب ضعف القاف في أن تجر الراء إلى التفخيم وإلى الفوق؟ أن القاف نفسها مكسورة، فهل تتأثر الراء بالقاف مع كونها مكسورة، أم إن كسر القاف أفقدها قوتها وبالتالي صارت فرق مثل فرعون يعني تعامل نفس المعاملة تكون مرققة؟ قلت منذ قليل إن بعض القبائل كانوا يفخمون هذه الراء، يعني لو كان حرف الاستعلاء مكسورا وهو القاف فإنه يبقى فيه من القوة ما يجعله يؤثر في جارته الراء فيفخمها، فكان هؤلاء ينطقون هذه الكلمة فرق مفخمة الراء. وكان بعض القبائل ينطقها مرققة لأن القاف قد كسرت فيقول فرق كالطود، فرق كالطود مرققة. سأنطقها مفخمة ثم أنطقها مرققة. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أعيدها مفخمة. فانفلق فكان كل فرق كالطود، وإن نطقناها مرققة تكون هكذا: فانفلق فكان كل فرق كالطود. أعيدها: فكان كل فرق كالطود. إذن هذه الراء هي التي شرحتها الآن والتي أشار إليها ابن الجزري بقوله والخلف في فرق لكسر يوجد. لاحظوا اللوحة التي أمامنا تتكلم عن فرق عندما نقف عليها. فرق قلت منذ قليل إن الذي أضعف حرف الاستعلاء وهو القاف أن يؤثر في جارته الراء الكسرة التي على القاف. طيب لما نقف على فرق، لو وقف واقف فقال فكان كل فرق فسكنت القاف، هل يبقى الوجهان جائزان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن موجب الوجهين أو بالأحرى موجب الترقيق زال وهو الكسر. لما نقف عليها تصبح القاف ساكنة
وبالتالي يجوز لا يبقى في فرق إلا التفخيم وحده. نرى على اللوحة: أما عند الوقف على فرق بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير. لماذا؟ لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء. مين حرف الاستعلاء؟ يعني القاف. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله: والخلف في فرق لكسر يوجد. أعرفتم بارك الله فيكم لماذا قلنا في الحالة السابعة من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور؟ لماذا لم نقل مفتوح؟ لماذا قلنا غير مكسور؟ مع أن الأمثلة التي أتيتكم بها كلها حرف الاستعلاء فيها مفتوح. وإرصادا لمن حارب الله، لبالمرصاد، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. الأمثلة الأربعة التي ذكرتها كلها حرف الاستعلاء فيها فرقة، فلولا نفر من كل فرقة. الأمثلة الأربعة بل هي الحالات الأربعة في القرآن كلها حرف الاستعلاء فيها مفتوح. ألم يكن من الممكن أن نقول في الحالة السابعة أن تسكن الراء وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح؟ لماذا قلنا غير مكسور؟ حتى ندخل هذه الحالة، وهي أن يقف الواقف على فرق بالسكون. فحتى ندخلها ما قلنا هناك، ما قلنا مفتوح، قلنا غير مكسور. فلما قلنا غير مكسور دخل المفتوح وهو المطلوب، ودخل أيضا الساكن. أدخلنا هذه الحالة بقولنا غير مكسور. إذن في سورة الشعراء لو وقف واقف فقال: فانفلق فكان كل فرق، لا يقف بالتفخيم ولا ترقيق فيها لزوال موجب الترقيق. لو وصل جاز له الوجهان: فكان كل فرق كالطود، أو فكان كل فرق كالطود. كذلك الأمر أيها الإخوة، وإن كان هذا البحث استباقي لم نتعرض للروم والإشمام، سيأتي معنا في آخر الجزرية. لكن لو وقف بالروم وهو بعض الحركة يقول يبقى فيها الوجهان، فيقول: فكان كل فرق، فكان كل فرق. فالوقف بالروم هو إضعاف الصوت عند الوقف بجزء الحركة، بجزء الكسرة. هذا بحث تخصصي سيأتي معنا في آخر المنظومة الجزرية إن شاء الله تعالى، عند قول إمامنا الجزري: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. إذن هذه الحالة الأولى من حالات جواز الوجهين، وهي كلمة فرق حالة الوصل في سورة الشعراء، كلمة واحدة. الحالة الثانية التي يجوز فيها الوجهان نراها على اللوحة التالية. نرى على اللوحة جواز التفخيم والترقيق في الراء ثانيا، يعني الحالة الثانية وهي الأخيرة طبعا: إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، وذلك عند الوقف بالسكون على مصر والقطر. لاحظوا هذين المثالين بارك الله فيكم. الراء لما نقف على مصر تكون ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن، وقبل حرف الاستعلاء الساكن كسرة. فبعض العرب كان إذا وقف على مصر يفخم الراء من أجل الصاد المستعلية قبلها فيقول مصر. وبعض العرب كان إذا وقف رقق الراء فيقول مصر مصر، فيرقق الراء من أجل الكسرة التي على الميم. قد يقول قائل: والساكن الذي فصل بين الكسرة والراء؟ نقول: قال علماؤنا: الساكن حاجز غير حصين. هكذا يقول علماء الصرف: الساكن حاجز غير حصين، يعني بمعنى وجوده كلا وجود. لذلك يغلبون الكسرة أهل الترقيق فيقولون مصر، هذه لهجة عربية، مصر هذه لهجة عربية ثانية. كذلك الأمر بالنسبة إلى الكلمة الثانية التي نراها أمامنا، وهي قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر. القطر، نعم، القطر لما نقف عليها تسكن الراء، فالراء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وهو الطاء وقبله مكسور،
فالراء هنا يؤثر عليها قوتان. القوة الأولى ملاصقة لها وهي حرف الاستعلاء الطاء، والطاء تشد الراء إلى الأعلى يعني نحو التفخيم. والقوة الثانية التي تؤثر في الراء هي ما قبل الطاء وهي الكسرة، والكسرة تشد الراء إلى أسفل يعني نحو الترقيق. فهل نفخم الراء أم نرققها؟ كما ذكرت في مصر بعض العرب كان يفخم الراء مراعاة لحرف الاستعلاء الملاصق للراء فيقول القطر، وبعض العرب كان يرققها من أجل الكسرة التي قبل الطاء فيقول القطر القطر. نعم، هذا صحيح وهذا صحيح. نلاحظ على اللوحة واختار الإمام اللوحة لو سمحت، واختار الإمام ابن الجزري في كتابه النشر التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل. سأشرحها بعد قليل. نرى الفقرة الأخيرة في اللوحة. أما في حالة الوصل لو وصل الإنسان كلمة مصر فإن الراء مفخمة في مصر لأنها مفتوحة. قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. وقال فرعون لعنه الله أليس لي ملك مصر، فعند الوصل تكون الراء مفتوحة فتفخم لأنها داخلة في حالات التفخيم. ومرققة في القطر ليه؟ لأن الراء مكسورة في الوصل وأسلنا له عين القطر. هل لاحظتم لماذا اختار إمامنا الجزري في الفقرة الوسطى في اللوحة لماذا اختار التفخيم في مصر والترقيق في القطر؟ قال مراعاة للوصل. إذا وصلنا مصر فإن الراء مفخمة، وإذا وقفنا على القطر وإذا وصلنا القطر فإن الراء مرققة. فابن الجزري رحمه الله قال أنا أختار، هو الذي قال أنا أختار التفخيم في مصر عند الوقف بالسكون والترقيق في القطر، قال مراعاة للوصل. ما معنى أختار؟ قد يسأل سائل يعني كيف يختار الإمام؟ الاختيار أيها الإخوة أن يكون هناك حالات مروية كلها صحيحة، فالإنسان يميل إلى إحدى هذه الحالات ويستعملها في تلاوته. مثلا نحن نعلم بأن المد العارض للسكون، نعلم وسيأتي معنا بإذن الله تعالى أن المد العارض للسكون يجوز فيه قصره نستعين، ويجوز فيه 4 حركات نستعين، ويجوز فيه 6 حركات نستعين. طيب أنا لما بقرأ مخير، ممكن أقرأ حركتين أو 4 أو 6، فأقول أنا أختار في قراءتي التوسط لأن خير الأمور الوسط، فأقرأ وأمد المد العارض للسكون 4 حركات. هذا معنى أختار. فأختار معناته هناك أوجه جائزة، لما أقرأ أنا لنفسي أختار أحدها وألازمه في تلاوتي. فإمامنا الجزري قال أنا، يعني هو رحمه الله قال أنا أختار عند الوقف على مصر أن أفخمها، وعند الوقف على القطر أن أرققها مراعاة للوصل. سأقرأ لكم مصر مفخمة ومرققة، وكذلك القطر. عند التفخيم هكذا ادخلوا مصر ادخلوا مصر، وعند الترقيق ادخلوا مصر ادخلوا مصر، فيفخم المتكلم الصاد ثم مباشرة يرقق الراء من غير تكلف مصر. كذلك الأمر بالنسبة لي وأسلنا له عين القطر، هنا في عندنا جمع بين الساكنين القطر، فيفخم الطاء ثم مباشرة وأيضا يفخم الراء لأن الحالة الأولى التفخيم القطر، فيجمع بين مفخمين القطر باللطف من غير تكلف. وفي الوجه الثاني يفخم الطاء ويرقق الراء أيضا من غير تكلف، هكذا القطر القطر، فيفخم الطاء ويرقق الراء عند الوقف. هذه هي أحكام الراء. 8 حالات تفخيم شرحتها لكم، 4 حالات ترقيق بيناها، حالتان يجوز فيهما الوجهان ذكرناها.